أحتاج من كلامك الجميل اللي يطمنا دائما أبو عاصم. والله أنا بعد يوم أقول الكلام هذا أول واحد يحتاجها أنا. عطنا ما عندك. أقول طال عمرك يا أبو يزيد، لا تعامل الله سبحانه وتعالى بالقلق تتعامل معه، ولكن تعامل معه باليقين يتعامل معك بالمعجزات. الله أكبر. يعني أنت الآن لو عندك قضية بسيطة بينك وبين شخص خلاف، تروح توكل محامي مثلا فتطمئن نوعا ما. عشان ريح راسي. إيه. ففي قضايا الدنيا هذه كلها إذا كنت مؤمن على يقين بالله سبحانه وتعالى، أنت ما هو بس وكلت محامي، أنت وكلت محامي ووكلت شاهد ووكلت قاضي ووكلت منفذ يقضي وينفذ أيضا ويشهد على كل شيء. فقضاياك في الدنيا هذه كلها خل عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المحامي عنك والشاهد لك والقاضي لك والمنفذ. واليقين يا أبو يزيد 3 مراتب يقولون العلماء، ذكرناها وسبق مثلنا عليها. الأول علم اليقين. علم اليقين مثلا أنك تعلم أن فيه منطقة عاصمة السعودية اسمها الرياض، متأكد ما عندك شك 1%، لكنك لا عمرك جيتها ولا شفتها، هذا علم اليقين. الثاني عين اليقين، مثلا أنك تطلع بالطيارة من المدينة إلى الدمام فتمر من فوق الرياض، يقولون لك هذه الرياض العاصمة، الآن أصبحت عين يقين، شفتها بعينك. الثالث حق اليقين، وهو أنك تنزل الطيارة في الرياض وتنزل أنت شخصيا وتصير وسط الرياض، صارت حق يقين. فالمراتب الثلاث هذه لابد أن نصل حنا إلى آخر مرتبة، وهي حق اليقين مع الله سبحانه وتعالى، سواء فيما أنعم علينا أو فيما ابتلانا فيه. ما أنعم علينا نشكره عليه، وما ابتلانا فيه نحمده عليه، ونصل إلى هذه المرحلة حتى نحس بالرضا. إذا اليقين يوصلك للرضا. أحيانا يوم تصحى يصير يومك كذا مبسوط، وأحيانا يصير يومك كذا أبو عاصم. مقبوض. هذه القبض والبسط لها علاقة في اليقين. إذا وصلت إلى مرحلة أنك متيقن أن هذا خير أراده الله لك، سواء في مرحلة القبض أو البسط، أنت وصلت هنا إلى مرحلة اليقين التام، وهذه اللي تنقلك للرضا. يقول